اتعود انه يتجامل وياخد حق مش حقه للدرجة اللي وصلته ان تطبيق الصح والقانون عليه بيعتبره مؤامرة. عليه غرامات وديون وبياخد رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية عادي مع ان ده ممنوع. عليه غرامات وديون لاتحاد الكورة وبيأيد لاعبين عادي زيه زي الأهلي وبقية الأندية مع ان برضه ده ممنوع. عليه فلوس لاستاد القاهرة وبيلعب عليه عادي بقاله اكتر من سنتين بدون ما يدفع مليم. ياخد ارض من 2003 من 22 سنة علشان يبني عليها فرع جديد والرخصة بتاعت الارض تكون بناء فرع جديد، وبعد 22 سنة ما يتحطش فيه طوبة، وياخد قروض على حس الارض دي ويبيع جزء من الارض دي علشان يتعمل كومباوند ومول وانشطة تجارية، وياخد على اساسها فلوس علشان يجيب صفقات جديدة وما يحطش طوبة في الارض. ويوم الدولة ما تسحب الارض منه لمخالفة التراخيص ومخالفة ان هو ما حطش طوبة واحدة في الفرع الجديد، يطلع يعيط ويقول مؤامرة. ما هو اتعود على المجاملة، مش هيتجامل هتبقى مؤامرة، هتطبق عليه القانون هيبقى مؤامرة، هتطبق عليه الصح هيبقى مؤامرة على نادي الزمالك. هو اتعود يتجامل، في اليوم اللي ما يتجاملش فيه ويطبق عليه القانون زيه زي اي حد هتبقى مؤامرة.